بلس جريد 3. الدرس الاول هو بيقول لي where are the family. where are the family يعني فين العيله، اين عائلتي. تمام. وجايب لي هنا life stages. life stages يعني ايه life stages؟ طبعا lesson 1 تمام بيقول لي life stages. طيب تعال نحل العنوان الاول. يعني لايف ستيجز يعني المراحل الحياتيه، يعني الطفل او الواحد بيتخلق الاول طفل رضيع، بعد كده بيزحف، بعد كده بيكون طفل تشايلد، بعد كده بيكون ان ادلت واحد بالغ، بعد كده بيتحول لواحد مسؤول كبير a person، بعد كده بيكبر ويعجز ويرجع تاني لربنا بقى. تمام. لايف لونج اي ستيجز احنا قلنا قبل كده ان الجي لما تيجي بين حرفين متحركين بنطقها كده جو. stages لها معنيين. المعنى الاول مراحل العمريه، والمعنى الثاني اللي هي خشبه المسرح stages. حس ان في النطق في حرف الدي stages. ليه؟ لان الجي جايه بين حرفين ايه متحركين. تعال نشوف الفوكاب اللي عندنا او المفردات اللي عندنا. اول حاجه عندي كلمه بيبي يعني طفل ايه؟ طفل رضيع. كلمه بيبي يعني طفل رضيع. طبعا هنا عندي الاي بنطقها باسمها، والواي في الاخر بتعمل لونج اي. دي الحاله الاولى من اللونج اي. ليه؟ اي ساكن اي. طب يا مستر هنا مفيش اي في الاخر. لا، انا نطقت الواي اي، فبالتالي اصبحت الحاله اي ساكن اي. تمام. عشان الناس بتقول لك لا اصل دي حرف الاي لوحده. لا، احنا في الصوتيات او الفونكس انا ماليش علاقه بالحروف، ليه علاقه بالاصوات. ايه اخر صوت عندي؟ الاي، فاصبحت اي ساكن اي. بيبي لونج اي ولونج اي. بعد كده عندي كلمة طفل صغير يبدأ بالمشي. خلاص احنا بقى بعد ما زحفنا تمام هنبدأ نمشي، يعني يمشي ويقع يمشي ويقع، اللي هو ايه؟ بدأ يقف مع الأرض يقف. اسمه ايه؟ اسمه تودلر. تودلر يعني ايه؟ يعني طفل صغير، اللي هو ايه؟ اللي هو لسه بادئ يمشي، ما تمكنش من المشي. لما يكبر شوية بقى ويبقى اسمه تشايلد. طبعا دي لونج اي. اول حاجة نشوف دي تودلر. الاي ار بتعمل ايه؟ اير. تودلر شورت او وشورت اي. لما يكبر يبقى تشايلد. السي اتش ده دايجرافز بتعمل تشا، والاي بنطقها باسمها اي يبقى تشايلد لونج او. عندنا كمان بعد كده الكلمه دي من الكلمات الرخمه الناس اللي ما تعرفش تنطقها. هي كلمه ايه؟ كلمه شخص كبير في السن اسمها elderly person. بالراحه واحده واحده. elder. اللي خلاها كلمه صعبه دايما حرف الار لما يجي وراه حرف ال بيبقى رخم شويه. بص كده معايا، الار والال عامه ما بقولش جيرل. بص كده معايا، ما بقولش وورلد. ها، world. دايما الار ال رخمه، فده اللي مرخم الكلمه او مخليها صعبه. elderly. بص كده ما بقولش elderly. ال ورا الار ما تبينهاش قوي. elderly رخمه. ليه؟ عشان الار دايما لما يجي مع ال بتبقى رخمه في النطق. هقسمها ازاي؟ elderly، والواي في الاخر بتعمل لونج تبقى elderly. تمام. person الاو هنا مش هنطقها طبعا، هنطقها شورت اي. person. تمام. يعني شخص ايه؟ كبير في السن، عجوز يعني. تمام. في ايه كمان عندي كلمه an adult. تمام. يعني ايه adult؟ ده شخص بالغ. الاول بيبقى بيبي، بعد كده بيكون toddler، بعد كده بيكون child، بعد كده بيكون an adult. تاني a baby، a toddler، a child، an elderly person، بعد كده an adult يعني شخص ايه؟ شخص بالغ. بعد كده بيكون عندي teenager. تي لونج اي نيجر. يعني ايه تينيجر يا مستر؟ يعني شخص مراهق، الاعداديه والثانويه وانت ماشي، اللي انت بقى ايه ما بيستحملش منك كلام. تيجي تكلمه يقول لك انا عارف مصلحتي، انا عارف. الطفل الابن من كي جي 1 لعند 6 ابتدائي، يبدا من 6 ابتدائي تحس ان في خروج عن طوعك شويه. مش معنى ان هو بيسيبك، لا، بس اقصد ان هو يعني هتجربوها. انا عندي هنا في سنه 6 عشان كده بتكلم. يعني قبل كده يستحمل الكلمه عادي، بعد كده يعني تحس الكلمه تقيله عليه، تحس ان هو كبر خلاص ومستقل بنفسه. بيبدا من ايه؟ من السن ده. تمام. تي نيجر. الاي بتعمل لونج اي،
واي ساكن اي ساكن اي هنطق الاي باسمه. الفونكس مهم جدا. تي ني. طب الجي صوتها ايه؟ جا. لكن لا، هنا جاي وراها ايه؟ احنا قلنا جي لما يجي وراها اي او اي او واي بنطقها ايه يا مستر؟ جا جا جا. اما اللي هنا قلت ستيجز عشان لما تجي برضه تقع بين حرفين متحركين بنطقها جا. تمام؟ هنا جا تينيجر. تينيجر تينيجر يعني شخص مراهق. تمام؟ ده الكلمات اللي في كتاب المدرسه. المعاصر بيجيب حاجه اسمها اكسترا فوكاب. يعني ايه اكسترا؟ يعني بيستظرف علينا يا مستر؟ لا يا جماعه مش بيستظرف. بص معايا، كل درس بيبقى فيه قصه او موضوع كتابي فيه ورق، ففي كلمات المعاصر هو شايفها ان كلمات صعبه حطها لك في الكلمات الايه؟ الاكسترا. انت عارفها عديها، مش عارفها احفظها. الانجليش كله مهم جدا حفظ الكلمات. طيب اول حاجه عندي ايه بقى؟ ابن الاخ. ابن اخ، الاخ والاخت احنا كنا بناخدهم ايه؟ كازن. فاكر؟ كازن ابن عمي، ابن خالي، ابن اختي. لكن هنا خلاص بقى احنا كبرنا شويه، اسمها ايه بقى؟ نيفيو. نيفيو. شورت اي ن، والبي اتش بتعمل فا يبقى نف، والاي دبليو بتعمل لونج يو او نيفيو. يعني ايه؟ ده ابن اخويا او ابن اختي. ابن اخويا او ابن اختي ده اسمه ايه؟ نيفيو. طيب ايه كمان؟ بنت اختي ابن الاخ او بنت او ابن الاخ، يعني لو هي مؤنث اسمها ايه؟ اسمها نيس. نيس. نا والاي اي بتعمل لونج اي زي كلمه ايه؟ فيلد. زي كلمه بيس. الاي اي بتعمل لونج اي هنا نيس، والسي جاي وراها اي بنطقها صح. نيس يعني ايه؟ يعني بنت اخويا او بنت اختي. احنا هنا خصصنا بقى. طب ابن اخويا او ابن اختي اسمه ايه؟ الابن اللي هو يقول لي يا خالي او عمي اسمه نيفيو. 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 لكن بنت اخويا او بنت اختي اسمها نيس. طيب ايه كمان؟ برج يعني تاور. تا والاو دبليو بتعمل او ار. تاور. 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 ما تقولش تاور. تاور. طيب احفاد يعني جراند تشيلدرن. جراند تشيلدرن. طيب تعال نشوف كلمه احفاد نكتبها على السبوره. جراند احنا عارفينها قبل كده، وكلمه children عارفينها قبل كده. جمع child children. children. خد بالك في الامريكان اكسنت ما بننطقش الان دي وراها حرف ساكن، ما نقولش جراند، لا قول جراند children. جرandpa. grandma. grandchildren. grandchildren. grandchildren اللي هو الاحفاد، يعني ايه؟ الاولاد الصغيرين. طيب مهم جدا جدا عندي تصريف الافعال. conjugation of verbs. تصريف الافعال عندنا فعل في الماضي وفي المضارع زي ما احنا عارفين. اجيب منه الماضي ازاي؟ خدناها في الترم الاول، بحط الاي دي او اي اي دي او دي. تعال نشوف عندي الكلمات هنا. اول كلمه عندي كلمه ايه؟ كلمه walk. ال سايلنت يمشي. تمام؟ ده مضارع. كلمه jump يعني يقفز. كلمه look at يعني ينظر الى. الكلمات دي انا عايز اقول قفز، والله هنحط ايدي. عايز اقول عفوا مشى ال سايلنت. walked. ما تقولش walked. walked. jump. jumped. jumped. jumped مش jumped. look at. look at. looked at. looked at. looked. بنطق دي هنا تي. looked. تمام؟ دي افعال منتظمه. خد بالك بقى بالمره، ده اسمه ايه؟ اسمه past simple. الماضي البسيط. بجيبه منين يا مستر الماضي البسيط ده؟ او بقى اجيبه ازاي؟ بضيف يا اما للفعل اي دي او دي او اي اي دي. ده عشان ايه؟ to talk about action happened in the past. عشان اتكلم عن حاجه حصلت في الماضي. شرب، اكل، لعب، ضرب، زي اللغه العربيه بالظبط. طب قول لنا يا مستر امتى نحط اي دي وامتى نحط دي وامتى نحط اي اي دي؟ بص معايا، كلمه هنا زي كلمه walk خليها jump اهي. الكلمه عادي جدا جدا بضيف ليها اي دي. طيب امتى احط الدي؟ عندي كلمه زي كلمه love اخرها ايه؟ اخرها اي. ما ينفعش احط اي دي. هحط ايه؟ هحط دي بس تبقى loved. loved. طب امتى احط اي اي دي؟ عندي كلمه اخرها واي زي كلمه cry وقبل الواي حرف ساكن. في الحاله دي بقول لي تعمل ايه؟ هتقلب الواي الى اي وبعدين تحط الاي دي تبقى cried. ده الماضي البسيط. ده past simple. بجيبه ازاي؟ بضيف اي دي او دي او اي اي دي. لازم تبقى عارف ازاي تضيف الثلاثه. عرفت؟
طيب الجزء الثاني فيها اسمها irregular verbs، افعال غير منتظمه. يعني ايه افعال غير منتظمه؟ يعني لا بحط لها اي دي ولا اي اي دي ولا دي، بحفظها زي ما هي. زي كلمات ايه؟ بص معايا، زي كلمه build، زي كلمه hold يمسك، زي كلمه bring يحضر. الكلمات دي احنا بنحفظها زي ما هي، كل درس بتاخد 3 4 افعال بتحفظها لعند طول السنين، بيبقى عندك حصيله كويسه. كلمه build تبقى ايه بقى؟ ما ينفعش اقول builded، لا تبقى ايه؟ built، بغير الدي التي. كلمه hold هتبقى held. كلمه bring تبقى brought، ودي بحفظها زي ما هي. held build built، hold held، bring brought، see saw، eat ate، وهكذا. am و is تبقى ايه؟ am و is تبقى ايه؟ تبقى was. تمام. ندخل على الجزء الثالث. انا بحب جدا يا جماعه تقسيمه المعاصر، بحبها جدا، مريحه جدا جدا للطفل وولي الامر والمدرس. جايب لك الافعال الاساسيه، الاكسترا بعد كده بيقول لك important expressions and prepositions، يعني ايه؟ تعبيرات وحروف جر هم. مهمتها ايه يا مستر دي؟ دي مهمتها ان احنا بنعرف نكتب باراجراف كويس. انا عايز اقول في باراجراف معين زي كلمه ايه؟ يعتني بيه. كلمه يعتني بيه انا مش حافظها، مش هقدر اعمل. عايز اقول الفلاح بيعتني بالمحاصيل، اقول الفارمر a farmer looks after the crops. لو انا مش عارف كلمه looks after هفضل احط الجمله، مش هعرف اكون الجمله. يبقى كلمه يعتني بيه اسمها ايه يا مستر؟ اسمها look after. look after. وكلمات اسمها ايه يا جماعه؟ دي اسمها phrasal verbs. يعني ايه phrasal verbs؟ يعني افعال مركبه، يعني فعل ليه كلمه معنى وفعل تاني ليها او حرف جر بغير. يعني كلمه look يعني ينظر، وكلمه after بعد، ما اسمهاش ينظر بعد، اسمها يعتني بيه على بعضها، دي اسمها phrasal verb. look after، ما تقولش بقى look after، look after، look after. كلمه كثيرا من a lot of، ركز معايا في الكلمه دي، a lot of. ايه اللي حصل؟ التي جايه من حرفين متحركين، ما تقولش a lot، a lot of. وكلمة of هي الكلمة الوحيدة في اللغة الإنجليزية اللي بنطق فيها الإف، هقول of، a lot of، a lot of، a lot of، ما تقولش a lot of، a lot of. تمام؟ يعني كثير من، I have a lot of money، عندي فلوس كتير. تمام؟ أقدر أعمل بيها جملة. طيب كلمة اعتدت على I used to، I used to، يعني ايه اعتدت؟ يعني in the past في الماضي I used to مثلا drink milk، يعني في الماضي انا اعتدت ان انا اشرب الحليب. يبقى كلمه used to اعتدت حاجه فين؟ في الماضي I used to. كلمه عندي افكر في I am thinking about، I am thinking، think يعني يفكر ing. وكلمه about انا بفكر في حاجه معينه، ده اسمه ايه؟ ده مضارع مستمر، am و is و are بالفعل. انا دلوقتي حالا بفكر في حاجه معينه. I am thinking about، I am thinking about my future. انا بفكر. شوف عرفت ازاي انت الجمله كلها الاكسبريشن ده التعبير خلاك تعمل جمله. انا بفكر حول مستقبلي. I am thinking about my exam، انا بفكر في الامتحان. يبقى شوف الاكسبريشن ده سهل لك الدنيا لما تيجي تعمل ايه؟ لما تيجي تعمل باراجراف. هنقولهم تاني: look after، a lot of، I used to، I am thinking about. الافعال، تصريف الافعال walk walked، jump jumped، look at. افعال غير منتظمه: build built، hold held، bring brought. طيب بعد كده اكيد عندي هنا في الدرس نص استماع او قصه. احنا قلنا من اول تانية لتالت اللي وانت ماشي لازم ايه؟ لازم يكون في قصص، لان المنهج الجديد بيحط القاعده، القواعد والكلمات والاكسبريشنز دي كلها، تصريف الافعال في نص كتاب. ده الصح وده الجديد، وده اللي لازم الطفل بعد ما يحفظ الكلمات يا جودي يا احمد يا ريتال يا الاء، لازم يا مستر نعمل ايه؟ واحنا بنقرا نكون عارفين ترجمه. عشان كده حفظ الكلمات مهم جدا. نمبر 1 listening and reading، اسمع واقرا. Today we are with our family، النهارده احنا مع ايه؟ مع عائلتنا. We have lots of cousins، عندنا عيال عم وعيال خال كتير جدا جدا. أميرة is 13، أميرة عندها 13 سنة. He is teenager، وهي مراهقة. He is helping his brother آدم، هي بتساعد أخوها آدم. خد بالك هنا عندي بستخدم غلطة كبيرة بيقع فيها كتير من الناس. إيه هي يا مستر؟ لما أجي أتكلم عن العمر بستخدم إيه؟ فيرب تو بي يا جماعة. الناس بتقول لك إن have وهاز معناها يمتلك أو عنده. أنا عايز أقول أنا عندي 5 سنين، هقول I have 5. غلط.
بستخدم فيرب تو بي مع العمر. I am انا عندي. تمام؟ she is هي عندها، يبقى بستخدم فيرب تو بي مع العمر. ما استخدمش have و has. have و has مع الممتلكات المقتنيات. I have a car عندي عربيه. I have a house. I have family. small family big family عندي عيله كبيره صغيره. لكن ما اقولش I has او she has 6 years old يعني عندها 6 سنين. بستخدم فيرب تو بي مع العمر. تمام؟ عشان كده هي قالت ايه؟ امير is 13. امير ده مفرد فياخد is. 13 13. he is برضو فيرب تو بي بتكلم عن ايه؟ عن الصفات. he is a teenager هو ايه؟ مراهق. he is helping his brother Adam بتساعد او بيساعد اخوه ادم. نمبر 3 ادم is building a tower that's a good boy. ادم عمال يبني زي ما انت شايف كده برج بس بالمكعبات. he is a good boy. that's a good boy. ده ولد كويس مش ماسك الموبايل يعني بيلعب فيه، بيشغل دماغه، بيعمل ايه؟ بيعمل موديلز نماذج. نمبر 4 بيقول لي my nephew بنت عمي او ابن عمي طارق is a baby طفل لسه صغير. my sister is holding him. holding him يعني شايلاه. خد بالك ايه عمال يقول لك is holding يعني ايه ده؟ is holding ده مين يا مستر؟ برافو عليك، ده مضارع مستمر. I am و is و are verb مضارع ing. to talk about action progress now بتكلم عن حدث بيحصل دلوقتي. هي دلوقتي وانا بكلمك شايلاه دلوقتي وهي اهي. اللي عرفت ازاي دلوقتي؟ الاي ان جي والاس ازاي دلوقتي حالا شايلاه. تمام؟ look at my niece بص لبنت خالي لما she is learning to walk. يبقى يا جماعه هنشرح النهارده المضارع المستمر. الفقره كلها هتقول يا مستر ما مش جايب في الدرس مضارع مستمر. انا ماليش علاقه، قلت لك ما تطلعش، المدرس مش هيطلع يقول اللي في الكتاب. القصه كلها هو دلوقتي حالا شايل، هو بيبني نماذج، هو بيلعب، هو دلوقتي يبقى ده مضارع مستمر. am واز وار هنشرح دلوقتي ايه حالا. she is learning to walk هي بتتعلم دلوقتي وانا بكلمك. ان اللي عرفت ان دلوقتي وانا بكلمك الاز والاي ان جي. she is learning to walk بتتعلم انها تمشي. نمبر 5 I love seeing my family انا بحب رؤيه عائلتي. وكلمه love خد بالك هو قال لي هنا seeing. love seeing وده قاعده مهمه جدا جدا خد بالك منها. جت السنه دي في سنه رابعه ابتدائي. ايه هي؟ love بيجي وراها الفعل اي ان جي او اسم زي كلمه لايك بالظبط. زي كلمه ايه؟ لايك. كتير من الناس اتلخبطوا فيها وحلوها غلط، لكن الحمد لله طلابنا كلهم حلوها صح، لان احنا بنشرح حاجه مش بنلتزم بالمنهج بس. يعني الجمله دي جت في الايه؟ جت في الكتاب، مش ليها قاعده، احنا بنشرح لاف او لايك من غير تو بيجي وراها يا اما اسم يا اما فعل اي ان جي. بيجي وراها يا اما اسم يا اما فعل اي ان جي. لاف سينج ما بقتش لاف سي. طب عايز احط تو، يبقى لو احط تو هنا لاف تو سي الفعل في المصدر. تو دايما بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. love seeing like apple او like watching. يبقى like و love بدون تو الفعل فيه اي ان جي. لو هحط تو يبقى الفعل في المصدر. I love seeing my family احب رؤيه عائلتي. تمام؟ ده الايه؟ النص. تمام؟ النص فيه ايه؟ فيه بستخدم verb to be مع العمر. بستخدم love او like بيجي وراها الفعل في ان جي. الدرس بيتكلم عن او النص بيتكلم عن am و is or والفيرب في ان جي. ده بيتكلم عن present continuous tense زمن المضارع المستمر. بنستخدمه ليه يا مستر؟ to talk about action progress now حاجه بتحصل ايه دلوقتي. طيب هنا جايب لي طبعا شويه شرح شويه بيقول لي ايه؟ the adult can walk الشخص العاقل او البالغ ده ينفع يمشي. run ويجري jump ويمشي and swim ويسبح. he goes to work and looks after his family يعني بيروح الشغل ليه عيله بيعتني بيها، بيشتغل ويجيب فلوس ويصرف عليهم تعليم وغذاء و مطلوب منك ايه؟ انت هتقول لي الخمس جمل دول في الفيديو في الواجب يا جودي يا احمد عشان نتعلم على، يا ريتال علشان نتعلم على، يا الاء عشان نتعلم على الكونفرسيشن المحادثه. تمام؟ تقول لي الشخص العاقل ده واحد بيعرف يمشي ويسبح ويتحرك وبيروح شغل لوحده وكمان بيصرف على عيلته. نمبر 2 the teenager goes to school الشخص المراهق ده بيروح المدرسه and helps his parents وبيساعد ايه؟ والديه. He is thinking about what he wants to do after school. ده كل اللي بيشغله. بيروح المدرسة بيفكر ايه اللي هيعمله بعد المدرسة. مش مطلوب منك حاجة غير كده. مطلوب منك في السن ده ان انت تذاكر وتتعب بس. لكن بابا بيروح الشغل وبيتعب ويفكر فيك وفي ماما وفي اختك وفي كل حاجة. نمبر 3
The toddler is learning a lot about the world. الطفل الصغير اللي لسه بدأ يمشي بيحاول يستكشف الحاجات، عشان تلاقي السن ده يقول لك ايه؟ بابا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فلازم ترد عليه اجابه نموذجيه. And he is learning to walk. وهو بيتعلم ان هو يمشي. طيب the early person الشخص الكبير في السن used to work اعتاد ان هو يشتغل، هو اصلا شغال من اول ما كان شاب لعند معجز، هو معتاد ان هو يشتغل. but لكن now he doesn't دلوقتي خلاص. يبقى used to بستخدمها ليه؟ لما كنت بعمل حاجه في الماضي ودلوقتي ما بقتش اعملها. I used to smoke انا كنت اتعودت او اعتدت ان انا ادخن، لكن دلوقتي انا ما بدخنش. تمام؟ هو بيقول لك اهو هو اعتاد ان هو يشتغل ايام ما كان شباب، لكن لما عجز دلوقتي خلاص قاعد بقى الناس هي تخدمه. but الان now he doesn't هو ما بيشتغلش. he likes being with his family كل اللي حابه ان هو يكون قاعد على الكرسي وشايف عيلته كلها حواليه. he looks after them وبيعتني بيهم and they look after him وهم بيعتنوا بيه لانه خلاص قدم كتير في حياته. اخر حاجه the child goes to school الطفل بيروح المدرسه اللي هو اولى ابتدائي وثانيه وثالثه اسمه طفل and plays with his friends وبيلعب مع اصدقائه. he is taller than he was last year كل سنه بيطول عن السنه اللي قبلها. اخر حاجه baby the baby can't walk or talk الطفل الصغير اللي بيزحف لا بيعرف يمشي ولا بيتكلم. but she sleeps a lot and likes playing بتنام كتير وبتحب اللعب. ليه؟ لانه بيكمل نموه بيكمل نموه نوم. ده بيعرفني هنا كل مرحله عمريه ايه الصفه اللي بتوصفها. تمام؟ بيقول لي بعد كده language functions وظائف اللغه. asking about life stages انا عايز اسال واحد على مراحل العمريه هقول ايه؟ what is good about life stages ما هو افضل شيء في مرحله عمريه ما. يعني ايه؟ يعني بساله بقول له what is good about a life stage قال له being older is fun. يعني انا مثلا هقول لك دلوقتي ايه احسن فتره واحد وهو كبير كده متجوز يقول لك والله يا ريتني ارجع المدرسه تاني، يا ريتني ارجع طفل، يا ريتني اكون في الثانويه، حد يقول لك كنت اكون في الجامعه، يا ريت الابتدائيه ترجع، حد يقول لك يا ريتني كنت طفل صغير لسه ولا شايل هم حاجه. هو ده معناه. هنا الولد بيقول being a toddler is fun ان انت تبقى طفل بيبدا يمشي ده حاجه ممتعه. ليه بقى؟ because you are learning a lot and you play a lot of games بتتعلم حاجات كتير وتلعب محدش بيقول لك حاجه، مش شايل هم حاجه فيما معناه يعني. بس درس لذيذ ولطيف ما فيهوش اي حاجه خالص، بعلمنا المراحل